السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده جايلكم بفيديو جديد. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونخش في الموضوع على طول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين انا معايا هنا كفتة، دي كفتة رز يا حبايب قلبي. التوم دوت علشان الصلصة بس، ده عشان الصلصة. الكفتة دي واحدة جارتنا جايبها لنا كده، جايب الطريقة دي زي ما انتم شايفين اهي. كتر خيرها، مش انا اللي عاملاها، لا هي جايباها لي اهي. فانا قلت ان انا اوريها لكم، جايه لنا، فانا قلت ان انا هعملها. وانا كده كده عندي ايه بقى يا حبايبي، دي الحله اللي انا هعمل فيها. انا معايا هنا طبق فاصوليا كانت في التلاجة فطلعتها، ومعايا هنا باقي رز كان موجود عندي بردك من يوم الفاصوليا، فانا بردك كنت حاطاه في التلاجة. فالنهارده ان انا هستخدمهم مع الكفته، وهعملهم وجبه، عشان معايا فاصوليا ورز. دول اللي انا كنت عاملاهم معاكم في فيديو قبل كده. فانا قلت ان انا هعمل معاكم النهارده الكفته. هنصبحها وهنخد عليها عشان هنعمل صابعين كفته كده بالصلصه مع الرز والثوم ده عشان الصلصه. ومعايا البصل انا فرمته في الكبه، ومعايا عصير الطماطم بردك ضربته في الخلاط اهو زي ما انتم شايفين. احنا دلوقتي هنعمل انا هخدع، وبعد كده هنشيل الكفته دي، هنفضيها ونقلبها في بعض، هنعصر ايدينا زيت وهنصبحها صوابع علشان هنقليها في الزيت. بس في الاول خالص انا قلت ان انا هخدع علشان اسيبها تتسبك عقبال ما انا اصبحها واقليها. واول ما تتسبك هنروح مزودينها ميه. انا هزودها ميه، وبعد كده هنزل بيها بقى في الكفته. هتغلي غلوه وهقفل عليها وكده يكون الكفته بتاعتي استوت. بس انا اديتكم خلفيه كده بس. فانا دلوقتي ان انا احط الزيت واحط البصل عشان نعمل التغذيه بتاعتنا. وبكده حبايبي اكون نزلت بالبصل بتاعي ونزلت عليه برشه ملح زي ما انتم شايفين علشان اخدع للكفته. اول ما تخش في اللون الذهبي هنزل عليها بالثوم، وهنزل بنصه مش هنزل بيه كله، وبعد كده هنزل بعصير الطماطم. وانا معايا باقي الاكل اللي كنت مصوره معاكم قبل كده، ادي الرز ومعانا الفاصوليا. انا هيبقى النهارده اعاده تدوير ليهم، هنعمل جنبهم طبق كفته، بس هو الاساسي بتاعنا الكفته الرز النهارده. احنا قلنا بما ان عندنا رز وطبق فاصوليا هنعمل طبعين كفته كده يستاهلوا بقكم يا احلى متابعين ومشاهدين القناه. وبكده حبايبي اكون نزلت بعصير الطماطم. لما البصل دخلت في اللون الذهبي نزلت عليها بفص توم بنص التوم اللي كانوا معايا واديتها تشويحه. بعد كده نزلت عليها بعصير الطماطم وملح وفلفل، وادي معايا مكعب مرق زي ما انتم شايفين كده. ومعانا باقي التوم اهو، ده انا هحطه لما اجي اسقط الكفته اهو زي ما انتم شايفين. دي تقليبه كده وهوطي عليها بقى وهعوز ايدي زيت. لو هفضي الكفته دي في طبق وهعوز ايدي زيت وهصبحها علشان نحمرها مع بعض. وبكده حبايبي اكون طلعت الكفته من الكيس، قلبتها في بعض وعملت حفره كده وحطيت فيها الزيت عشان اعوز ايدي بالزيت واصبحها ونرجع نحمرها مع بعض. وادي التغذيه بتاعتنا شغاله اهي، هنصبحها بقى ونرجع نحمرها عقبال ما التغذيه بتاعتنا تجهز. وبكده حبايبي اكون صبعت الكفته بتاعتي. ادي كميه الكفته اللي طلعت معايا اهي، ومعايا بطاطسايه غسلتها وقطعتها كده زي ما انتم شايفين مكعبات، ومعايا التسبيكه بتاعتي جهزت اهي. دلوقتي انا هنزل عليها بالميه وهسيبها تغلي، وبعد كده هننزل عليها بالبطاطس قبل ما احمر الكفته. وبكده حبايبي بنزل بالكفته علشان احمرها زي ما انتم شايفين. احمر الكفته بتاعتي، وفي اليمه التانية الحله حطيت فيها ميه
زي ما انتوا شايفين كده هتغلي علشان انزل عليها بالبطاطس اللي انا مقطعاها مكعبات عقبال ما الكفته بتاعتي تتحمر. وبكده حبايبي الصلصه بتاعتي غليت، هنزل عليها دلوقتي بالبطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وهنزل بقى بباقي التوم بتاعي اللي انا نزلت بيه بنصه في الاول. ونزلت بباقي التوم يا حبايب قلبي. ومعانا دلوقتي البطاطس اهي هي اللي في الصلصه زي ما انتوا شايفين. ومعانا هنا ايه؟ معانا الكفته بتتحمر. وبكده حبايبي تكون البطاطس استوت. هننزل بقى ايه بالكفته بتاعتنا في الصلصه مع البطاطس، هتغلي غلوه وهنقفل عليها وهنشوفها في التقديم. ومعانا الفاصوليا اهي تسخن، ومعانا الرز سخن، وهنشوفهم بقى في التقديم. وبكده يا حبايبي نكون سقطنا الكفته بتاعتنا، غلت غلوه وقفلت عليها اهي كده. هنشوفها بقى في التقديم. وبكده حبايبي تكون الكفته بتاعتنا جاهزه. معانا الفاصوليا ومعانا الرز اللي كانوا موجودين عندنا، هي بس الاساس ان احنا عملنا الكفته. وبكده حبايبي اكون وصلت لنهايه الفيديو، بس مش تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، وعيلتي الصغيره تكبر بيكم يا احلى متابعين ومشاهدين القناه. ولغايه ما ارجع لكم بفيديو اخر، اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.